أهلا بكم. موعدنا اليوم أصدقائي الأعزاء بالجزء الثامن من مغامرة وحش الأعمى. وغادر الشياطين السيارة أزواجا، فبعد كل كيلومتر كان 2 منهم يغادرون السيارة، حتى لم يعد فيها غير إلهام وأحمد. وانطلقت فرق الشياطين الثنائية تفحص المنطقة فحصا دقيقا، تقلب كل حجر فيها، وتبعثر كل كومة رمل، وتشعل النيران في كل حزمة حطب جافة، محاولين الوصول إلى أولئك المخربون قبل أن يختفوا. أما إلهام وأحمد فقد أعطيا الأمر للسيارة، فأغلقت كل منافذها، وأدارت أنابيب الأكسجين، ورفعت عجلاتها استعدادا للغوص في قاع البحر لاستكمال مهمة البحث. وبعد أن مسحت الأجهزة القاع وقامت باستكشاف قلب المياه، وأطلقت إشارة الاستعداد، فضغط أحمد زرا بالطبلو على بعده صوت هدير المياه، والغواصة الصغيرة تغادر سطح المياه في طريقها للأعماق. وكانت إلهام تتابع ذلك في صمت، أثار حيرة أحمد، فسألها قائلا: ماذا هنالك يا إلهام؟ فيما تفكرين؟ قالت إلهام: أفكر في الشياطين. قال أحمد: لا أفهم. قالت إلهام: أليست هذه الغواصة هي سيارتنا جميعا ومقرنا؟ قال أحمد: نعم. قالت إلهام: لقد استأثرنا بها لأنفسنا وتركناهم في العراء متفرقين. قال أحمد: نحن لم نستأثر بها لأننا لا نستطيع الغوص بدونها. قالت إلهام: لماذا؟ قال أحمد: أنسيت نجمات البحر؟ قالت إلهام: معك حق، ولكن. قال أحمد: ولكن ماذا؟ كان يجب أن يتفرقوا هكذا لتغطية المنطقة وتوسيع نطاق البحث. قالت إلهام: وإذا حدث مكروه؟ قال أحمد: إلهام، ماذا بك؟ قالت إلهام: لا شيء، ولكن ما رأيته من نجمة البحر وغياب ريما أثر علي. قال أحمد: معك حق، هذا غير أننا لم نحصل على راحة منذ بدأنا هذه المهمة. قالت إلهام: إذن فالنتيجة مضمونة. أحمد: انظر، كانت فقاعة زجاجية ذات قاعدة داكنة تسبح في الماء، وحولها تدور أسراب الأسماك بكثافة حتى تكاد تخفيها. فقال لها أحمد: إنها كبيرة جدا. قالت إلهام: أؤكد لك إنها غواصة أبحاث. قال أحمد: أترين كيف تدور حولها أسراب الأسماك وكأنها تحاول أن تخفيها؟ قالت إلهام: أيكون ذلك مقصودا؟ قال أحمد: في العلم الحديث لم يعد هناك مستحيل. قالت إلهام: ولكن كيف؟ قال أحمد: أما بالتوجيه من خلال موجات لاسلكية شفرية. قالت إلهام: أو بث روائح جاذبة لهذا النوع من الأسماك والذي يسبح في أسراب. قال أحمد: يا لها من قدرات عقلية عالية. قالت إلهام: ولكننا لم نستطيع رؤية ما بداخل هذه الفقاعة بسبب الأسماك المحيطة بها. قال أحمد: سأحاول التأثير عليها بطريقتي. وفكر أحمد أن يتعامل مع الأسماك بنفس الطريقة التي اعتقد أن الآخرين يستعملونها، فلجأ إلى جهاز توليد الذبذبات الخاصة بمسح القاع،
وعدل ذبذباته وغير تردداته زيادة ونقصانا، فلم يلاحظ على الأسماك أي تغيير، غير أنه بعد فترة من التجارب لاحظ أن الفقاعة قد توقفت عن السير ونزلت في اتجاه رأسي واستقرت في القاع، ومن حولها أسراب السمك تحيطها، وكأنها تقصد أن تصنع ستارة لتخفي ما بها. ولم يعد أمام أحمد غير فكرة تمنى لو أنها حققت ما يريد، ورغم اعتراض إلهام إلا أنه بدل ملابسه وارتدى بدلة الغوص، ومن باب بمؤخرة الغواصة انتقل من أنبوب إلى آخر حتى أصبح خارجها ممسكا بيده حربة، ما أن رأته إلهام على شاشة المراقبة حتى عرفت ما ينوي عمله. وبعيدا عن الفقاعة قابل أحمد فرقة من نجوم البحر تحيط بمجموعة الشعاب المرجانية، فغرس في ظهر إحداها الحربة وحملها على رأسها، والسائل الأبيض يسيل منها حتى وصل إلى المنطقة التي تقبع بها الفقاعة، فألقى عليها النجمة المجروحة فسقطت وسط جموع الأسماك، فتفرقت ثم تجمعت مرة أخرى، ونفد صبر إلهام، غير أن ما قصده أحمد قد بدأ يؤتي ثماره بعد أن عاد إلى الغواصة، فقد بدأت جموع النجمات تتوافد على الفقاعة متتبعة مسار السائل الأبيض الذي سال من ظهر النجمة المجروحة، واضطربت المياه حول الفقاعة من تأثير توتر حركة النجمات، فقد كانت تتقلص وتنفرد في حركات عصبية جعلت أسراب السمك ترحل عن الفقاعة والمكان كله، مما أشعر إلهام بالأمل في رؤية ما بداخلها. وشعر أحمد أن خطته قد نجحت، ولكن حدث ما لم يتوقعاه، فقد أحاطت النجمات السحرية بالفقاعة والتصقت بها صانعة حائطا خارجيا داكنا، فأضاعت أملهما في رؤية ما يريدان، إلا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد ارتفعت الفقاعة في الماء ودارت حول نفسها، واندفعت جهة اليمين وجهة اليسار، ثم لأسفل ثم لأعلى، وسط حيرة إلهام وأحمد. وقد فسر أحمد ذلك بخوفهم من أن تذيب العصارات الهاضمة للنجمات زجاج الفقاعة فيموتون غرقا وهم غير مزودين بماكينات تنفس الأكسجين، ورأى إنها فرصة في القبض عليهم، فقد يستطيع بإطلاق النار على الفقاعة وكسرها أن يقبض عليهم وينقلهم إلى غواصته وتنتهي المهمة. أصبحت هذه الفكرة هي الخيار الأساسي لأحمد في إنهاء مهمته، لذا فقد بدأ الاستعداد لها، فأعد مسدسه وجهزه للإطلاق في الماء وصوبه تجاه الفقاعة، وسحب أمان المسدس ثم ضغط على الزناد، وخرجت الرصاصة محدثة في الماء صريرا مزعجا، غير أنها لم تصب الفقاعة بسبب سمكة ضخمة اندفعت فجأة في طريقها فتلقتها في ظهرها وسقطت في القاع نائمة على جنبها،
مما دفعه للاستعداد لتكرار المحاولة. وخرجت الرصاصة الثانية محدثة نفس الصرير المزعج لتصطدم هذه المرة بنجمة عملاقة. انزعج أحمد حين رآها، وكذلك كانت إلهام. وإلى هنا أصدقائي الأعزاء تنتهي بنا أحداث الجزء الثامن من هذه المغامرة الشيقة والمثيرة. وإلى أن ألتقي بحضراتكم في الجزء التالي، أستودعكم الله.